اروح اخد كورس في البيزنس واتعلم السيلز واتعلم الماركتنج وافهم بيزنس، وبعدين ابقى اجي اخد كورس تحليل بيانات. دي حاجه او فكر موجود عند مجموعه من الناس، بتبقى الموضوع لسه مش واضح ليهم بالصوره الكامله. احنا في الفيديو ده مهمتنا نوضحه بالصوره الكامله باذن الله. ليه انا ما بشجعش الفكره دي؟ ما اقدرش اقول انها غلط، لكن انا ما بشجعهاش. ليه ما بشجعهاش؟ لان لو انت كده فصلت موضوع البيزنس عن موضوع تحليل بيانات، فانت لسه ما فهمتش يعني ايه تحليل بيانات. لان انت تحليل، انت مثلا انا ما دلوقتي لما اجي اروح اخد كورس في المبيعات في السيلز، تفتكر كورس السيلز هيدرس لي ايه؟ هيدرس لي يقول لي ازاي تبيع، عقليه العميل، العميل بيشتري امتى، اكلم العميل عن المنتج ازاي. ده انت تدرسه في المبيعات. تمام، بلس جزئيه الكي بي ايز والبنش ماركس اللي انت بتقيس بيها البرفورمانس بتاع المبيعات، هي دي اللي انت محتاجها. طيب، ايوه، ما انا رايح عشان دي يا باشمهندس. ايوه، بس انت مش هتدرس دي بالشكل اللي لوحدها، او يعني ما اعرفش يعني كورسات المبيعات عامله ازاي عشان ما افتيش. ولكن اللي انا بقوله لك، طب فين دور كورس تحليل البيانات اللي انت هتذاكره؟ مش شرط يكون كورس مدفوع بالمناسبه، ده هو دوره يعلمك ده. وما تفصلش تقول لي لا هو هيعلمني التولز. طب خلاص، قشطه، روح ده ادرس. ما انت كده هتضطر كده تدرس كورس ماركتنج وسيلز واتش ار وسبلاي تشين واي دومين انت مهتم بيه. لو انت عايز تبقى حد ايه، يعني زي ما بيقولوا مالتي فانكشنز، يعني تقدر مثلا الناس بتوع الفاينانس لما يكلموك، والله احنا عندنا اوبورتيونيتي ليك في الفاينانس. الناس بتوع كرة القدم لما يكلموك، صح؟ مش انت عايز توسع الجوب سيرش بتاعك، صح كده؟ انت ستيل داتا اناليست، بس داتا اناليست متاح لاكبر عدد ممكن من الشركات. اذا هي العقليه يا صديقي، العقليه ولا غير العقليه، العقليه ثم العقليه ثم العقليه. انا مثلا الانترفيو اللي بيحصل او المكالمه بتيجي ازاي؟ انت الاتش ار بيكلمك، والله يا محمد احنا مينلي عايزين حد قوي في الفاينانس، وبيضيف عليها حته الداتا اناليسيز. فانت يا محمد بلح في الفاينانس، شكرا. استنوا بس انا جامد جدا سيكوال وبايثون وباور بي اي. ما يا حبيبي انت اللي يعني الشغل الاساسي بتاعنا انت مش حلو فيه، انت مالكش فيه. فاهم حاجه؟ والله يا محمد احنا مينلي بتوع بياعه، احنا بنبيع، فاحنا جايبينك تحلل البيع دوت، سواء بقى العملاء سواء الموظفين. طيب، فاذا انا النهارده جاي اقدم لك باذن الله اهم فيديو هتشوفه الستارت بتاع الكارير بتاعك. How to ask questions as a data analyst. ازاي تسال سؤال كمحلل بيانات، ده اهم فيديو هتشوفه في الستارت بتاعك. يعني ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتوصل للمستوى السينيور بقى خلاص مش هيبقى اهم فيديو ولا حاجه، بس ده اهم فيديو هيساعدك ان انت تبدا الكارير بتاعك صح. احنا قلنا ان الداتا اناليسز عباره عن 5 مراحل من دول. يعني انت لو ليك واحد صديقك داتا اناليست ومش عارف تخرج معاه ومزنوق وعنده ديدلاين، فانت هتلاقيه في حته من ال5 دول. اهم اهم حته فيهم هي رقم 1، هاو تو اسك كويشنز، ازاي تسال سؤال كمحلل بيانات. هو ده دورنا النهارده. نكمل على اللي بدأناه الفيديو اللي فات. لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات، ولازم تشوفه قبل ما تبدأ هنا. تعال نكمل عليه على طول عشان ما نطولش وقت الفيديو، ونبدأ نتكلم هو الموضوع بيمشي ازاي من مكان ما وقفنا. الموضوع بيمشي ان شركتك مثلا لو انت شغال مع عملاء خارجيين او مع شركتك نفسها، ان انت بتقعد تعمل حاجه اسمها بزنس اندرستاندينج، اللي هو من الاخر انا جاي ليه؟ نادهين لي ليه؟ حلو كده؟ فبتفهم المشكله اللي انت جاي عشانها. واتفقنا ان الاكتر حاجه لازم تكون انت بتحبها وهي السبب بعد توفيق ربنا ان انت تلاقي شغل، ان يكون الشغل فيه مشاكل. عشان بس نبقى على نور، يعني لو الدنيا سموث وناعمه ومفيش مشاكل فانا هجيبك ليه؟ مش انت بس، الوظائف كلها تقريبا يعني. فانا الدنيا ماشيه تمام وحساباتي تمام ومش محتاج تيم في الفاينانس، اعين ناس ليه واقبضهم؟ مش لوجيك، صح؟ طيب، فانت فهمت البيزنس اندرستاندينج بيزد على ايه؟ ما انا مش عايز اعدي النقطه دي كده اقول لك فهمت البيزنس ايشو او البيزنس بروبلم او الميتنج جول انت جاي ليه اساسا. ما انت هتفهمها ازاي؟ هتفهمها بيزد، يعني انا عايزك النهارده طالب منك طلب واحد بس وانت بتسمعني، يبقى عندك تخيل. التخيل ده انا بفرض ان انت اوريدي خبره وفي الشركه دلوقتي، يعني بشرح لك احنا يومنا بيمشي ازاي. طب بس انا لسه مش خبره. لا، ما هو انت لما هتفهم اللي انا هكلمك فيه النهارده هتفهم الصوره التي يجب ان تكون عليها عشان خاطر تبقى محلل بيانات، صح كده؟ طيب، وبالتالي بقى هتفهم تروح لها ازاي ومش عارف ايه، وفي شويه حبشتكنات هتفيدك باذن الله. طيب، فانت دلوقتي قعدت في الميتنج فهمت انت جاي ليه. ممكن يكون ميتنج واثنين وثلاثه ما اعرفش، يعني مش بنحفظ. طيب، فهمت الدنيا، فهمت المشكله، فهمت الناس دي الوجع فين.
انت دلوقتي الدكتور والمريض جالك قال لك الحته دي الجنب اليمين بيوجع لما ببقى، خاصه لما ببقى واكل مش عارف ايه، لكن لما مش عارف ايه، يعني فهمت يعني بدات تخمن. حلو كده، اما لسه ما حطيتش ايدك على الصوره كامله خالص اطلاقا، بس فهمت. طيب بنبدا بعد كده نبدا نشوف البيزنس دوت من اللي فهمناه، سواء قعدنا مع الدايركت اودينس بتاعنا او الناس المباشرين، او حد قاعد يكلمنا، الناس اللي هم بتوع البري سيلز مثلا قعدوا يكلمونا، احنا العميل كان بيكلمنا في 1 2 3 مش عارف ايه الكلام ده كله. فانت قاعد يا اما مع الكلاينت او مع، بلاش نقول كلاينت، قاعد مع الاودينس مباشره. مين الاودينس اللي انت هتقدم له التقرير من الاخر؟ التقرير ده رايح لمين؟ المدير المالي. بس خلاص، المدير المالي فهمت ايه؟ الراجل عايز يشوف شويه حسابات وارقام. ماشي، ما هو كله ارقام، لا 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 الله، ما هو كله ارقام برضه، ايوه بس ارقام ده مختلفه، ده راجل مالي يعني انا عارف هوري له ايه. طب هنا بقى سؤال مهم، استنى بقى يا باشمهندس، عشان انت كده يعني بتشتغلنا. انت بتقول انا عارف هوري له ايه، احنا ما نعرفش. انت عارف احنا ما نعرفش. ما انا قلت لك ايه من شويه؟ تخيل معايا ان انت خبره، ما انا هقول لك هتعملها ازاي، بس استنى، من غير شغل والله هتعمل خبره من غير شغل، بس تخيل معايا. فانت عرفت منين؟ انت بتقول انا خلاص عرفت ان انا هودي تقرير للمدير المالي، وبالتالي عرفت ايه اللي المفترض يتعرض. عرفته بقى منين؟ من الاكسبيرينس بتاعتي، اللي هي جت منين؟ جت من رقم واحد، طريقه مذاكرتي. انا بذاكر ازاي؟ انا شخص بجري ورا الادوات والتولز، ولا انا شخص عارف مدى اهميتي ومدى اهميه المجال اللي انا داخله اللي هو الداتا اناليسيز؟ بس ده بمنتهى البساطه. فلو انا عارف وهمشي بالطريقه اللي انا هنتكلم عليها النهارده، تمام، فانا فعلا مين هيشوف التقرير ده؟ بتوع الماركتنج. مين هيشوف التقرير ده؟ رايح لمين؟ ده رايح للكلاينت عايز يشوف اوفر فيو عن البرفورمانس بتاع البروجكتس بتاعته بالكامل. راجل سي او، فعايز يشوف من التوب فيو، عايز يشوف مش عارف شويه انديكيت، ويتحط التفاصيل بتاعتهم في حته ثانيه بحيث ان هو يعمل روت كوز اناليسيس. فيلم، ايوه يا باشمهندس انت عمال تقول مصطلحات احنا ما نعرفهاش. والله عارف، تمام، وانت مش شرط تكون تعرفها دلوقتي، بس الكارثه زي ما بقول لك مش شرط تكون عارفها دلوقتي. الكارثه ان انت تفضل ما تعرفهاش، ان انت تفضل بتجري ورا غيرها، يعني اجري ورا اللي انا بقوله لك ده. دي الكارثه بقى ما تعملهاش ان شاء الله يعني. طيب، فبيجي الموضوع يمشي، خلاص انا فهمت انا جاي ليه، وتقريبا جمعت المشكله فين، وبالتالي انا بحب اقسم الفيلم الابيض اللي انا قلت لك ده للاتي، عشان اعرف اسال الاسئله المهمه اللي هي البنزين اساسا. ما هو انت بسم الله الرحمن الرحيم لسه ما نعرفش، احنا امريكا الدور الثاني حتى الان مفيش عنوان. فايه اللي هيخلي فيه عنوان؟ لما نعرف احنا هنقدم ايه اصلا. حلو. طيب نبدا بيفور داتا ريدنج. يعني ايه بيفور داتا ريدنج؟ يعني انت لسه ما حطيتش ايدك على الداتا، يعني انت لسه ما شفتش الداتا، انت بتقعد تفهم المشكله من الميتنجز اللي احنا قلنا عليها، وبعد كده بتبدا تقول انا كده محتاج اوري الناس دي اكس واي زي. ايوه ثواني، معلش، اشمعنى اكس واي زي؟ ايه اللي هيجيب في دماغي اكس واي زي؟ خبرتك ما عنديش. هتعملها وانت بتذاكر؟ ما اعرفش، الفيديو ده هيعرفك. تمام. طيب فانا كده عرفت، ولكن انا عشان اوري الناس دي اكس واي زي محتاج داتا بالمواصفات الفلانيه. عايز داتا عن الكاستمرز، عايز داتا عن الريتيرنز المرتجعات، عايز داتا عن الاوردرز اللي اتعملت، عايز داتا عن الموظفين، عايز داتا عن المنتجات، عايز عمال بتطلب. ايوه، ما انت هتجيب منين؟ مش هتخمن يعني. طيب فبتبدا اسك اباوت داتا، يعني بيفور داتا ريدنج، من قبل ما تشوف الداتا اصلا فهمت المشكله، بتبدا تقول المشكله دي هتتحل لما نجاوب على الاسئله الاتيه 1 2 3. 1 2 3 من خبرتي. طيب هاتوا لنا بقى الداتا اللي هيكون فيها اجابات 1 2 3. طبعا هي تيجي مش جاهزه، انت لسه هتحللها تطلع منها اجابه 1 و2 و3. طيب فبتبدا تطلب الداتا، جات لك الداتا افتر داتا ريدنج، لا الموضوع بيختلف. الاسئله اللي انت طلعتها في الاول قبل ما تشوف الداتا بتبدا تعمل عليها 3 حاجات، تشيل منها حاجات، تزود فيها حاجات. كفايه هم حاجتين، تشيل حاجات وتزود حاجات، بس هم حاجتين. حلو الكلام. طيب انا بقى عندي كده جزئيتين يا باشمهندس، ايه اللي يخليني لما اقعد اسمع الوجع بتاع المريض ابدا اشك، اقول له قولون، او لا قدر الله زايده، او مش عارف ده المراره، مش عارف ايه اللي هيجيب ده في دماغي؟ العلم. هو الدكتور بيبدا يشك بناء عليه. انت دلوقتي عمال تشرح له دي بتوجعني، يروح دايس الناحيه الثانيه، طب دي لا، طب مش عارف ايه، طيب حضرتك بتدخن، طب مش عارف.
بعد شويه دول بياخد شويه معتقدات، وبعد كده يبدا يقول لك ايه، حلل واعمل اشعه عشان اشوف اللي انا جه في دماغي صح ولا غلط. طب استنى بقى، استنى، اقف هنا اقف هنا. هو إيه اللي جه في دماغك؟ ايه اللي جه في دماغي؟ 1 2 3 جم منين؟ اشمعنى شكيت في دول؟ ايوه، ما انا مذاكر في 7 سنين طب. بس هي دي بقى، تذاكر ايه وتذاكر ازاي عشان لما تقعد مع العميل، الوجع ده انا بشك في 1 2 3. هنروح نعمل اشعه وتحاليل، الاشعه والتحاليل بتوعنا هم الداتا ليدنج. ايه رايك في التشبيه الحلو ده؟ طب تعالى بقى، تعالى نخش على 2 قبل 1. نقرا الداتا ازاي، وبعد كده اوصلك للليفل الاعلى اللي هو بتاع ايه، من قبل ما تقرا الداتا تعرف انت هتطلع ايه اصلا. ايه رايك؟ يعني نبدا بالليفل الاسهل شويه، ان احنا يبقى قدامنا داتا وعايزين نطلع منها انسايتس. لما بنقرا الداتا بنبدا نلست الكي بي ايز بتاعتنا. في نقطه مهمه جدا برضو قبل بس ما نخش في حته قرايه الداتا دي، عشان انت بتكون مفكر مثلا ان تحليل بيانات او مشروع تحليل بيانات هو ده، هي الداشبورد دي كده. الله، اتعلمت فين؟ بسرعه يا شباب بليز، مين ده عايز اخد عنده؟ دي اخر حاجه، دي اخر حاجه، تمام كده. طيب احنا بقى يا فندم في الحياه العمليه بجد، احنا بنبداها كده. انت بتبدا دلوقتي بعد الميتنج، وبعد ما انت بزد على خبرتك عرفت هتوري الناس دي ايه، بتبدا ترسم على ورقه وقلم على اي ابلكيشن. بس ما تقوليش في مخي عشان في مخك هتنسى. فانت اللي في مخك فضيه، فضيه فين بقى؟ فضيه على ورقه وقلم. فاحنا بنبدا نفكر كده، احنا هنوري الناس دي ايه وهنوريه لهم بشكل عامل ازاي. حلو، فبنرسم كده حاجه بنسميها درافت. الدرافت ده هتقعد تقطع وتغير فيه لحد ما تسلم. ممكن توصل ل 100 مره، مش مشكله، دي طبيعه الشغلانه يعني. تمام كده. فانت كده ده الدرافت اللي حضرتك مقرر تعرضه، ده اللي حضرتك مقرر توريه للكلاينت بتاعك او للاودينس بتاعك. حلو. طيب تعالى بقى نشوف، لما ببدا افهم انا المشكله فين وهجاوب على ايه، فبقرر ارسم اللي في دماغي دوت على ورقه، وبعد كده اطلب الداتا. طب بعد ما الداتا بتيجي، الجمله اللي انا قلتها دي مهمه جدا يا شباب، يعني انا بفهم ثم برسم، بفضي دماغي على ورق. على فكره هي مش بيدج واحده، يعني انت شايف هنا احنا عاملين ما شاء الله 1 2 3 4 5 6 7، مش بكترهم بالمناسبه، مش بكترهم، ممكن يكون مطلوب منك صفحه واحده بس. بس انا بقول لك يعني ايه، ان انت بتبدا تتخيل، والسبعه مش هيجوا في دماغك مره واحده. انت هتقعد تنام، ودايما انا واحد من الناس جنب سريري ورقه وقلم. في فكره بتجيلي كده الساعه 3 كل يوم، اصحى اسجلها واخش انام تاني. هي دي حياتنا والله، معلش ممكن يكون انا مقفوره شويه، بس صدقني هي دي حياتنا يعني. طيب، السبع بيجز دول ممكن يجوا في دماغك على مدار 10 ايام مثلا، عما تكون كونت الفكره كامله. وانت بتنفذ هتغير كتير، هتغير حوالي 50% من اللي انت فكرت فيه. ده طبيعي جدا يعني. طيب، فحضرتك هنا كده بتبدا تسال على الداتا، جات الداتا يلا بقى نطلع منها انسايتس. بص بقى يا سيدي، وانا باجي اعمل داتا ريدنج، لما اجي ابص كده على الداتا بيس بتاع الكلاينت او الشيتات الاكسل اللي عندي، او اول حاجه بعمل لها ريدنج اسامي الجداول. يعني انا بستغرب جدا جدا من ناس اسم الجدول بيعدي عليهم كده. انا عارف ان في شريحه كبيره بتسمعني ممكن تكون اول مره تسمع الكلام ده، بس بليز حاول تستفيد منه. طيب، انا ربنا وفقني ليه مش اكتر يعني. اسم الجدول في حد ذاته حوار. اسم الجدول في حد، يا جدع انت، ده في استراتيجيز وميثودولوجي وابروتش للتسميه. الناس دول هم بتوع الداتا بيز والكلام ده، يقول لك سمي الجدول اسم ابن ناس كده. فلما اجي مثلا اعديك على جدول اسمه كاستمر ما ينفعش تقول انا عندي تيبل اسمه الكاستمر، دي كارثه. هي يا باشمهندس ما هو اسمه الكاستمر، لا ما اقصدش كاستمر وتسكت، دي يبقى انت صعب. امال اعمل ايه؟ كاستمر يعني في كاستمر اناليسيس. ايوه، يعني ايه؟ يعني في كاستمر سيجمنتيشن، يعني في كاستمر اللي هو بيسموه الكوهورت اناليسيس. يعني مدى تردد او مدى احتفاظي بالعملاء، سوري، مدى احتفاظي بالعملاء. يعني مثلا احنا عندنا مثلا بيدج خاصه بالكاستمر اناليسيس بس، اهي هنعملها ان شاء الله. الفريكونسي، العميل بيطلب مني كل قد ايه، المسافه ما بين الاوردر والاوردر قد ايه، مدى تردد العميل عليا. طب بالمناسبه بقى، ده انسايتس مش بيطلع في كل المشاريع. ما انا مش عايزك تحفظ. افرض انت بتبيع حاجه ما فيهاش تردد، يعني انت مش بتبيع اكل، مش بتبيع لبس، مش انت مثلا بتبيع عربيات، انت مثلا شغال مع كلاينت ربنا كرمك كده ومرسيدس جابتك تشتغل معاهم،
ما هو معلش في الكلمه، يعني العميل مش هيتردد عليا كل سنه ولا كل 6 شهور، ده انا بايع له مرسيدس، ده بايع له طياره. فالعميل يعني هيجي لي، ممكن اشوف ده في الاعطال وفي الصيانه، بس في الشراء يعني فاهم حاجه؟ غير مثلا لما اجي اقول لك احنا مثلا سلسله مطاعم. اه ماشي، ما ده طبعا، اصل العميل بياكل كل يوم. اه مش هيجي لي كل يوم طبعا طبعا، بس هيجي لي كل قد ايه؟ تمام، يعني لازم حضرتك وانت بتسمع كده الكلام يعني تفلتر الكلام. طيب، هتيجي بعد كده حضرتك في التشيرن اناليسيس او الكوهورت اناليسيس، مدى احتفاظ حضرتك بالعملاء. هتيجي بعد كده حضرتك مثلا تشوف عدد العملاء، هل كل ما زاد عدد العملاء البروفيتابيلتي بتزيد، الربح بيزيد؟ الاجابه مش دايما، لا طبعا، مش لازم خالص خالص. طيب، في كاستمر سيجمنتيشن، هتقسم الناس عندك ازاي؟ هتحطني في اي بي ولا تحطني انا؟ طبعا لازم تحطني في اي بي، بالاخوه اللي بيننا لازم تحطني في اي بي. طب هتحط الشخص ده فين؟ الناس اللي دي لازم تكون مكمر الكلام دوت ومجهزه، عشان خاطر لما تيجي بقى تشوف يعني، لما يجي بقى الناس يقول لك ايه، عندنا ازمه في الشغل، ما انت راجل مش بتاع التاسك الحالي، يقول لك عندنا ازمه في البيع مش عارف ايه، شوف العملاء التقال اللي عندنا نديهم، نعمل معاهم صفقه، نعمل لهم عروض، شوف شوف شوف، بعدها تعوزوا بعدين. فيبقى عندك سلكتايه بنت ناس كده راكنها على جنب. يعني ايه؟ خليني افتح لك مش عارف على ايه ولا ايه، النوت باد بتاعي باين على اللاب التاني اهو، مثلا اهو، خليني اوريك حاجه اهو، اتفرج يا عم، ادي حياتنا. فانت بتبقى مقضيها سلكتايه مثلا راكنها كده، دي بتاعت كذا، دي بتاعت كذا اهي، دي بتاعت كذا اهي، انت شايف السلكتات دي؟ دي بتاعت كذا، دي بتاعت كذا، بحيث ايه راكنها سريعا كده، عشان خاطر لما يطلبوا كذا اهي، فك على طول خد. فاهم حاجه؟ بحيث ان العملاء دول انت يعني انت شايل حاجات كده للزمن سريع، تبقى سريع يعني. المهم، فده كله حصل وانا بقرا الداتا، قابلني جدول اسمه كاستمر، عطلني العطله دي كلها، طبعا هي مش عطله ولا حاجه. تمام كده؟ فانا كده عندي حاجه اسمها كاستمر اناليسيس. ايوه، ما سمعتش بيها من قبل، لا دي غلطتك، اكلمك بشكل اخوي، ما سمعتش بيها من قبل، انت اللي غلطان. تمام كده؟ ففي حاجه عندنا اسمها الكاستمر اناليسيس. طيب، اللي بعده السب كاتيجوري. السب كاتيجوري ده هيبقى دايمنشن مهم جدا في شغلي. هشوف ايه الاعلى السب كاتيجوريز اللي ممكن تقابلني، هشوف جوه كل برودكت ايه اعلى سب كاتيجوري، السب كاتيجوري الفلاني بيتباع في انهي وقت اكتر في السنه، السب كاتيجوري الفلاني بيتباع اكتر في انهي بلد، انهي نوع عميل بياخد السب كاتيجوري دوت. فاهم حاجه؟ طيب، انا كده دخلتك شويه في رقم 2 بس، يعني خلينا بس ايه في الأول. البرودكت نفس نوع السب كاتيجوري على البرودكت. الهيستوري دوت، دي حته تكنيكال ماشي، الكوست هيستوري دوت تكنيكال ماشي. السيلز هيدر مع السيلز ديتيلز دي كده كومن كيس موجوده في الداتا موديلنج، هتقابلك يعني بشكل مع في الانترفيوز مع الشركات البروفيشنال، لازم تكون سمعت عنها، دي برضه حته تكنيكال، 2 تيبلز دول. طيب، في تيبل اسمه المرتجعات، اقفش ما يعديش ده ما يعديش، ما ينفعش ده يعدي. المرتجعات ده انديكيت مهم قوي. يعني احنا عندنا بيدج مخصصه للريتيرن المرتجعات، عندنا مرتجعات بقيمه 6 مليون جنيه، رقم 6 وربع كمان، يعني ده داخل على 6 ونص، رقم بيمثل 7.8 من عشرة من اجمالي مبيعاتنا. طب مين اللي بيحصل فيه مرتجعات اكتر؟ طب امتى، في انهي وقت في السنه؟ طب بيحصل بنسبه كام في كل شهر؟ طب فاهم حاجه؟ طيب، فانت كده عندك كميه تحاليل، كل ده من اسامي الجداول. حلو الكلام؟ طيب، يبقى اذا اسم الجدول لوحده يطلع منه موال، ما بتتحفظ، ما بتتحفظ زي ما انا قلت لك من شويه كده، ما بتتحفظ. قلت لك شويه انسايتس على الكاستمرز ممكن تكون في بعض الحالات مش هتنفع تتعمل. وصل؟ طيب، اللي احنا بقى هنتكلم فيه ونطلع انسايتس ازاي، والكتب اللي هنريكومندها، هو ده اللي هيخلي الكلام اللي انا بقول لك ده يجي في دماغي. ايوه يا باشمهندس، انت قلت كل الكلام ده، شكرا ليك جدا، وما كانش في دماغي كل حاجه، بس معلش في كلمه برضو من على الوش، انا لو مكانك اقول كده من على الوش يعني. ده انت واحد عندك معلومه بس هي مش عندنا احنا، جبتها بقى منين وازاي؟ ده اللي احنا محتاجين نعرفه عشان نعملها احنا كمان. لكن انا مش هدي حقن لما يقابلك كذا اعمل كذا، لا لا لا، مش ده المجال خالص يعني. طيب، اذا انا كده شفت الداتا بتاعتي. اول ما اشوف الداتا بتاعتي دي، اول حاجه هتحصل على ارض الواقع من شوفاني للجداول، ان الحوار ده هيحصل فيه تعديل. الدرافت اللي انا كنت راسمه ده هيحصل فيه تعديل، او مش تعديل بقى، تعديلات جنب. ايه رايك؟
طيب وضع طبيعي جدا. تاني حاجه هتحصل او هي بالتوازي مع اول حاجه، تعديل الموديل، الداتا موديل. الشباب اللي بتيجي تتواصل معانا ويجي يقول لك انا تمام وخدت الباور بقى مش عارف ايه وكده، لما نيجي نكلمه في الداتا موديل دايما الناس بتزعل. يعني انا مش بقول لك انت ما تعرفش شيء، انت ولا شيء، انت انا ما قلتلكش كده، بس انا بسالك على كيسز انت بتقول لي لم اسمع بها من قبل، ففي مشكله. انا اسف بجد والله، مش احباط، انت مشيت خطوات عظيمه وما تسمعش لاي حد يقول لك انها مش عظيمه، بس في مشكله. هي مش مشكله، او الخطوات العظيمه دي محتاجه تكمل، بلاش نقول مشكله. كون ان انت غضض البصر عنها ولا وانا تمام، انا بس فاضل لي اشتغل، لا، في مشكله حقيقي، بكلمك بشكل اخر في مشكله. طيب، فانت محتاج تعدل الموديل بتاعك، لان انت لازم تكون فاهم هو الموديل اللي انا محتاجه عامل ازاي. يعني مثلا ده الموديل اللي جاي في الاول، اللي انت ما تعرفوش ان احنا هنحول الموديل ده لده. ليه؟ لا، ليه دي كبيره قوي. دي يعني هنتكلم بقى داتا والهاوس وداتا بيز، وايه الفرق بين النورماليز داتا والدي نورماليز داتا، وليه انا كداتا اناليست اشتغل على الدي نورماليز، والدي نورماليز بيفكر ازاي، موال. ده الكلام اللي دايما بتضايق قوي قوي. الناس تقول لك ايه النظري بتاع الداتا، والله ما نظري، ده مش نظري، ده العلم اللي انت بقى بتروح ما هو اصل انا معلش تكوين الريليشن شيب دي سحب ده من هنا حطه على هنا كده اتكونت الريليشن شيب، ما تسمينيش ده عملي. انت عندك علم معين طبقته عن طريق عملت كذا كذا كذا، ما هياش نظري، ده العلم. انت بتفهم يعني ايه ريليشن شيب، ويعني ايه داتا بيز، ويعني ايه تيبلز، ويعني ايه الكلام ده كله. فانت تاني حاجه بتيجي في دماغك بعد ما بتعدل الاسئله بتاعتك لما بتشوف الداتا. احنا دلوقتي في مرحله الايه؟ الداتا ريدنج. فانت شفت اسامي الجداول، طلعت شويه اسئله، وبعد ما طلعت شويه اسئله من اسامي الجداول لسه ما رحناش نقرا الجدول نفسه جواه ايه، رحت مفكر في الموديل، ورحت مفكر في الفاينل. هي يعني في حاجات جديده طرقت في دماغي ما كانتش في دماغي قبل ما اشوف الداتا، ده وضع طبيعي جدا. وفي حاجات هعوز امسحها، يعني خلاص حاجات كنت عامل حسابي احطها يعني اكتشفت فجاه كده ان ملهاش لازمه، مفيش مشكله امسحها، كلنا بنعمل كده. يعني لو كتبت مثلا 20 انسايت انا ممكن امسح منهم 12 واسيب 8، وضع طبيعي قوي يعني. طيب تعالى بقى ندخل على الداتا نفسها. دخلت على الجداول نفسها، لما اجي مثلا هنا بقى بيفرق لي قوي 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 الميتنج الاولاني، او سوري الميتنجز اللي هي بيفور ان انا اشوف الداتا. احنا قلنا الموضوع بيبدا بميتنج. طيب ابدا بقى اطلع انا يعني هعرض ايه اصلا، فين الفاليو اللي الشخص اللي هيشوف التقرير محتاجها. هل هو محتاج يشوف المبيعات؟ هل هو محتاج يشوف البروفيبيليتي، الربحيه، الربح، البروفيت؟ هل هو محتاج يشوف الكوستات؟ هل هو محتاج يشوف البرفورمانس بتاع الامبلويز اللي عنده؟ هل الاجابه كل اللي انت بتقوله ده هو محتاج يشوف كل ده فعلا. بس هو مين بقى؟ ما هو ده دلوقتي راجل سي او، هو هيحتاج يشوف ده، بس هيحتاج يشوفه بالهاي ليفل. ما تنزلش قوي في الديتيلز، او انزل بس ما تحطهاش في الاول، على حسب بقى انت هو عامل ازاي، يعني على حسب الميتنج بينكم مش ازاي. لا ده انا هوري التقرير، الفيلم ده كله معمول عشان خاطر البادجت بتاع الشركه، ونشوف احنا ماشيين مع البادجت ولا احنا يعني الفاينانس سيتويشن، الموقف المالي. لا يبقى ده كده هحتاج اوري له الجروس مارجن مع الاوبريشن مارجن مع البروفيت مع الكوست مع المانجمنت كوست مع الدايركت كوست مع الاندايركت كوست، وانزل شويه في الكوستات وليفل الكوستات. بس ممكن بقى ابدا اظهر له سام اوف بروجكتس اللي احنا شغالين عليها، ما لسه ما فيش نموذج ايجابي. لكن مش هاجي اقول له مثلا الموظف الفلاني ده البرفورمانس بتاعه مش، لا هو ده راجل مدير مالي جاي يشوف ارقام معينه، احنا حلوين وحشين، حلوين فين وحشين فين، وحلوين ليه ووحشين ليه، والكلام ده تمام كده. طيب فاذا انا من الميتنج الاولاني بقرر ايه الانسايتس اللي هبدا اشتغل عليه. نبدا مع التيبلز، وليكن مثلا السيلز دوت. دايما يا شباب دايما التيبل الفاكتس، التيبل اللي هي بيبقى فيها المجموعه بتاعتي او الارقام بتاع الفاكتس بيكون فيها الارقام، والدايمنشن بيكون فيها الحاجات السترنج التكست، الدايمنشن اللي انا هعرض بيه. فانا عايز ابص فين الرقم اللي هيتعرض، فالرقم بروح على اني تيبل، على الفاكت. فانا باجي على تيبل الفاكت، ايه الرقم اللي ممكن يتعرض؟ لا ده فيه عندك هنا اليونت برايس، لما تتضرب في اليونت كوانتي او سوري الاوردر كوانتيتي هتديك سيلز، هتديك مبيعات.
عندك لمحت انا حاجه كده في الكوستات وانا بقرا التيبلز، مش عارف انت لمحتها معايا ولا ايه. الراجل بيقول لك يعني احنا هنا كده فين البرودكت اهو. لا مفيش هنا كوستات، يخرب عقلك. طب ما انت قلت لي كوستات وبتاع، في بس في تيبل مخصوص للكوستات. راح فين بقى؟ اهو في كوست. يعني اذا اهو اليونت كوست. اذا اليونت كوست برضه لما يتضرب في الكوانتيتي يديني كوستات. يبقى اذا اصبح عندي ارقام هيروز، ابطال. ابطال هبدا اشتغل عندها. هم مين؟ الريفينيو والكوست. طب الريفينيو والكوست يطلع منهم ايه؟ يطلع منهم بروفيت. لما يطرحوا من بعض جروس بروفيت. الجروس بروفيت يطلع منه ايه؟ يطلع منه جروس مارجن. الجروس مارجن يطلع منه ايه؟ يطلع منه اوبريشن مارجن. الاوبريشن مارجن يطلع منه ايه؟ يطلع منه الابتا اللي هي انا بقى بتوريك بقى افطر ايه؟ التاكسس والضرايب والتامينات والقصه دي. انت دلوقتي يا باشمهندس معلش انا اسف ليك، يعني انت انسان مستفز. انا يعني مش انت، انا. ليه يا فندم انا مستفز؟ ما انت عمال تقول لي الريفينيو يطلع منه كوست، الكوست يطلع منه جروس بروفيت، الجروس بروفيت يطلع منه اوبريشن مارجن، الاوبريشن مارجن يطلع منه الابتا يطلع منها مش عارف اللي انت بتقوله ده بالنسبه لي فيزياء ضوئيه ما اعرفوش. انا ما اعرفوش. طيب ما الباشمهندس اعتذر لك في اول السيشن وقال لك اصبر هتعرفه وتعرف تجيبه منين وتعرف القصه دي كلها. تمام كده؟ طيب فده كده خرج بالنسبه لحضرتك دي انسايتس. نيجي بقى انا وانا شغال كده انا بكلمك بس انا اوريدي انا محضر. انت وانت بتعمل الكلام ده انت مش محضر، فكارثه ثم كارثه ثم كارثه ان انت تعتمد على ذاكرتك وعلى دماغك. اللي يجي في دماغك اكتبه. اللي يجي في دماغك اكتبه. ايوه بس ههبل، ما تهبل. هو انت هتروح تقدمه؟ انت ماسك ورقه فاضيه وبتكتب فيها. فانت بتكتب سيادتك. احنا واحنا بنقرا الجدول دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا هنعمل حاجه اسمها كاستمر اناليسيس، صح؟ انا كتبت كاستمر على جنب قبل ما انساها بس. طب هعمل جواها ايه؟ لا هعمل جواها كتير. طب الكتير دوت مش متوفر له داتا جوه، خلاص. انا ما وعدتش حد بحاجه، انا كنت بتكلم بيني وبين نفسي. انا قلت دلوقتي هقوم اخد الغدا بتاعي وانزل مش عارف اروح اعمل مشوار الفلاني ثم اجي اروح الجيم وبعدين رست في الاخر ان انا خدت الغدا بتاعي بس. ما حدش سمعني وانا بتكلم الحمد لله، ما حدش هيضربني. نفس القصه، انت هنا قلت هعمل كاستمر اناليسيس جواه ايه؟ جواه 1 2 3. دخلت جوه ما لقيتش الداتا اللي تساعدك تعمل 1 2 3. طيب قلت هتعمل حاجه اسمها لوكيشن اناليسيس. هنعمل حاجه اسمها برودكت اناليسيس. هنعمل حاجه اسمها ريتيرنز اناليسيس. ده كله من اسامي الجداول. ثم بعد كده لما جيت اقرا الجدول نفسه من اسامي الكولومز، يعني انا كاتب لك هنا كده في الداتا ريدنج كولوم هيدرز، عناوين الجداول. ايه ده يا باشمهندس؟ هو انا همسك جدول اقرا الهيدرز بتاعته؟ الاجابه ما انت وراك ايه؟ ما انت شغلتك ايه؟ ما هي دي شغلتك. الاجابه غير كده سوري انا اسف، في ناس بتزعق قوي من الكلمه دي وتقعد تقول لك تعبيرات قاسيه مش عارف ايه. غير كده انت مش معاه البيانات. الاجابه هتقرا كل جدول بكل الهيدرز بكل القصه دي. تمام؟ طيب سوري. بعد كده اما تقرا الكولوم هيدرز تبدا تطلع منها معلومات الهيرو بتاعي. فزي ما قلت لك الهيرو بتاعي دوت هيتوقف على مين الجثه اللي هتشوف الفيلم. مدير مالي، مدير تسويق، مدير مبيعات، السي او، الراجل الكبير، مش عارف. طيب هل هو اصلا راجل اونر صاحب ملك وانت محتاج محتاج اشوف كل حاجه ده. تمام. طيب فانا بعد كده لقيت ان انا ممكن اوفر الريفينيو ولقيت ان انا ممكن اوفر الكوست. وطالما في ريفينيو وكوست في جروس بروفيت. ولقيت ان انا ممكن اوفر الكميات، ادخل الكميات معايا في اللعبه وادخل معايا النمبر اوف اوردرز في اللعبه. كم عدد الاوردرز؟ كل ده من اسامي الاعمده يا باشمهندس. الاجابه فانا بقرا اسامي الاعمده وابدا من اسم الكولوم او شوف انا هيطلع منه ايه ده. هيطلع منه صم ولا كون. يعني الريفينيو هيتصم هيتجمع، الكوست هتتجمع، الجروس بروفيت نتيجه طرح الريفينيو ناقص الكوست، الكوانتيتي هتتجمع، النمبر اوف اوردرز هيتعد كون، نمبر اوف كاستمرز هيتعد كون. طيب انا كده معايا كام فيتشر مهمين قوي 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 او كام هيرو مهمين قوي 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 هبدا اعرضهم. طب ما انت لو عايز تعرض الريفينيو، معلش يعني انا اسف يا باشمهندس عشان برضه انت كلامك مش حاسه قوي
ما انت اهو، ما الريفينيو مثلا، خلاص عرضت الريفينيو بس كده؟ لا مش بس كده خالص. عرضنا الريفينيو، بنبدا بقى نخلي باقي الاليمنتس تخدم على الريفينيو ده. ايه الاليمنتس دي؟ انت دلوقتي عندك برودكت، وعندك كاتيجوري، وعندك سب كاتيجوري، وعندك شهور، دي كلها حاجات مش ارقام. الاليمنت دي يا شباب اللي هي الحاجه اللي مش رقم، الحاجه اللي هي التكست، الحاجه اللي هي الدايمنشن، البعد. انا كده عرفت ان التوتال ريفينيو عندي في سنه 2012 28 مليون. حلو وكسر. طب انا ماشي عرفت الرقم، عايز اتفرج عليه لكل دوله، عايز اكسر الرقم ده من وجهه نظر الدول، كل دوله عامله كام. عايز اكسر الرقم ده من وجهه نظر البيزنس تايب، كل بيزنس تايب عامل ايه. عايز اكسر الرقم ده من وجهه نظر الكاتيجوريز. عايز اكسر من وجهه نظر الشهور او الكوارترز. عايز اكسر من وجهه نظر اي اليمنت عندي. كذلك مع الكوست، كذلك مع البروفيت. فانا كده طلعت الهيروز والارقام اللي عندي منين؟ من اسامي التيبلز واسامي الاعمده. اسامي التيبلز ادتني تايبس اوف اناليسيز، نوع من انواع الاناليسيز، واسامي الاعمده ادتني هيروز. طيب الليفل الثاني بقى، الليفل الثاني اللي حضرتك من خلاله برضه هتطلع انسايتس من الداتا، الريليشن شيب. يعني ايه الريليشن شيب؟ الريليشن شيب ما بين الجداول وبعضها؟ لا 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 خالص. الريليشن شيب ما بين الارقام وبعضها. يعني انت كده بقى عندك كام هيرو؟ خلينا نقول 5. طيب علاقتهم ايه ببعض؟ يعني ايه علاقتهم ايه ببعض؟ يعني هل كل ما الريفينيو زاد الربح يزيد؟ الاجابه لا. الريفينيو ده اللي هو المبيعات يا شباب. هل كل ما بعت اكتر كسبت اكتر؟ لا مش لازم، مش لازم خالص. طيب الكميات، هل كل ما الكميات زادت الريفينيو يزيد؟ مش لازم. وهنا بقى يخش في المعادله حاجه اسمها السعر. ممكن تكون بتبيع انت 100 حته من المنتج ده، ومنتج تاني بتبيع منه 4 حتت، ابو 4 بايع اكتر، بايع اكتر من ناحيه فلوس، عامل فلوس اكتر. ليه؟ هو اغلى. طب مين فيهم كسبان اكتر؟ مش بايع، كسبان، في فرق. ويبدا تخش تدخلك، هو ده الريليشن شيب. علاقه الكوست بالبروفيت، علاقه البروفيت بالجروس مارجن، علاقه الثلاثه مع بعض ببعض، بنسميها الهيدن ريليشن شيب. بيسموها الديتا مايننج. سميها اللي تسميها، مش هنخسر بعض عشان الاسم. لكن نعمل هيدن ريليشن شيب، اعمل اناليسيس بجد. فانت طلع الرقم، ابدا شوف علاقه الرقم ده بباقي الارقام ايه، بعد ما شفته مع الاليمنتس الثانيه. يعني انت شفت الريفينيو مع باقي الاليمنتس اللي هي مين اهو. انا كاتب لك ريفينيو باي بزنس تايب، ريفينيو باي كاستمر، ايه، كاستم كاستمر، ماشي. ريفينيو باي سيتي نيم، ريفينيو باي ستيت نيم، ريفينيو باي، يعني دي كلها تكست او اليمنتس او دايمنشنز عندي في الداتا، عايز اشوف من خلالهم الريفينيو. لكن لو على الريفينيو كرقم، خلاص انا ممكن اتصل بيه في التليفون اقول له باشا احنا عاملين ب 5 مليون جنيه بس، صباح الفل. اكيد هو مش معيني وبيديني مرتب عشان اتصل بيه اقول له احنا عاملين 5، ما هو عارف اصلا احنا عاملين بكام. يعني هو اوريدي عارف قبلك انت، بس هو عايز يشوف الديتيلز دي اللي تخدم السبب اللي جابك عشانه. تاني، هو جابك في اجتماع عشان حاجه معينه، هو عايز يشوف الاناليسيز اللي تخدم الحاجه المعينه اللي هو جابك عشان. حلو الكلام. فالليفل الثالث ان انت تمتلك مهاره هاو تو اسك كويشنز، ان انت تبدا تشوف بعد ما طلعت الهيدرز والتايب اوف اناليسيز اللي هتعمله، تشوف الريليشن شيب ما بين الحاجات دي وبعضها. جميل جدا. الليفل الثالث بقى، وركز معايا بقى في الليفل الثالث ده لان ده الليفل الاقوى والاعلى فيهم. وهو ده الليفل ده لما تتقنه، لما هتتقن الليفل ده هيكون عندك المهاره اللي انا بدات معاك السيشن وبقول لك تخيل ان هي عندك، اللي هي بعد ما بتحضر ميتنج وبعد ما بتسمع شكوى العيان بيبدا دماغك تنصرف الى تخمينات. التخمينات دي فيها الحلول. وانت دلوقتي لما انا جيت قلت لك ايه، البيزنس قاعد معاك وقعد يقول لك 1 و2 و3 وعندنا وجع في الحته دي، انت بدات وقررت والله الناس دي عشان خاطر نقدر نفيدهم صح ونسبورت الديسيشن ميكر، نساعد الراجل اللي هياخد القرار، احنا محتاجين نعرف اجابات الاسئله الاتيه اكس واي زي. ايوه بقى، ايه اللي هيجيب في دماغك اكس واي زي؟ ان انت تكون فاهم بيزنس وفاهم كي بي ايز. طيب انا مش فاهم،
افهم منين بقى؟ هو ده السؤال بقى المهم. تعالى بقى، عندنا كذا ويب سايت بيقدم الخدمه دي، عندنا كذا كتاب بيقدم القصه دي، ولكن قبل، انا عارف ان انت هتموت على الريسورسز، انت هتموت على الريسورسز. طيب قبل بس ما هتاخد الريسورسز والله، بس قبل ما نروح للريسورسز، تحذير من اخ لاخواته. هاو 3 هاو. هتعملها ازاي؟ هتذاكر ازاي؟ يلا بينا. رغم ان ده الهديه الثانيه اللي انا موعدكم بيها، او الهديه اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي البروجكت بتمشي ازاي، بروجكت حقيقي بيمشي ازاي، لسه ما دخلناش فيه، بس لسه ده اللي احنا بنعمله ده اهم من البروجكت نفسه. طيب هاو بقى، هاو انا داخل دلوقتي اهو. ما انت دلوقتي ده ريسورسز، ده كتاب انت لو سرشت عليه على فكره هتلاقيه، يعني انت لو كتبت اسم الكتاب اهو، Key Performance Indicators، ده 75 measures every manager needs to know. يعني 75 ميجر، 75 حسبه كل مدير محتاج انه يعرفها. فهمت بقى القصه؟ فهمت لما بدات لك الفيديو قلت لك عايز تبقى راجل مالتي فانكشنز، بتوع الفاينانس لما يكلموك يقولوا ماشي هناخده، بتوع السيلز، بتوع الكوره، بتوع عايز تبقى كده، امشي بقى معانا كده، امشي مع ابن الحلال اللي زي كده ان شاء الله يعني. هتلاقي هنا الناس دي بتقول لك اهو، الكونتنت بارت 1 فاينانشال، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بارت 2، ما تقلقش، انا مش من الناس اللي هي بتقعد تقرا، ما تقلقش يعني هنحل. فين بارت 2؟ بارت 2 كاستمر ريسبكتيف، شيء مهم جدا، تمام، ومهم للفاينانس ايضا برضه، مهمه للسيلز ومهمه للماركتنج. بارت 3 ماركتنج اند اناليسيس برسبكتيف، وهكذا. هتلاقي تحت في اتش ار، وهتلاقي تحت في سبلاي تشين، وهتلاقي بارت 4 اهو اوبريشنال بروسيسنج اند سبلاي اهو. شوف سبحان الله والله ما اعرف. تمام كده. طيب الفكره بقى مش الفكره في الهاو. بص يا سيدي، تعال بقى نخش على مثال. هو الراجل مثلا تعالى في الفاينانس اللي بقوله لك ده بقى اهم ما في الموضوع كله، النت بروفيت. اول كي بي اي الراجل هيبدا يشرحه لك، الراجل ده اللي هو الكتاب يعني، اللي هو كاتب الكتاب، تمام. اول كي بي اي هيبدا يشرحه لك يقول لك النت بروفيت. عايز الطريقه اللي انا بمشي فيها لشخصي لحياتي انا كمحمد؟ ليه؟ بص اصلا الراجل واحترامه والله العظيم انت راجل سكر، هو هيقول لك واي. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت بتتعلم اي حاجه وما بتعملش دي فانا اسف، انت مش بتتعلم. ليه؟ ليه النت بروفيت؟ بص ليه قبل واي اصلا، سوري، ليه قبل وات، يعني واي قبل، فاهمني؟ هنا بقى في ليه القصه كلها. لو انت نجحت في ليه، انت مش محتاج اللي جاي ده كله. هو هنا بيقول لك انت يعني، انا كمؤلف الكتاب يعني، اللي هو اعتبر ان انا محمد مؤلف الكتاب، تمام، مش مؤلف ولا حاجه. فانا هقول لك ليه النت بروفيت، هقول لك ازاي تحسب النت بروفيت، وبعد كده هدخلك على شويه حاجات ريليتد بالموضوع. انا بقى بقول لك ايه بقى، ما تاخدش الباقي. انت لو عملت الليه صح شكرا. الهاو دي مش هتاخد بجنيه منك يعني، 3 دقايق خلصت الهاو. حلو كده. طيب الليه بقى، الليه دي لو هتاخد منك 3 ايام مش مشكله، خليها تاخد 3 ايام. يا لهوي هقعد بس ما تكملش، مش انا الشخص المناسب ليك، ما تسمعنيش. اول لما اقول يا لهوي مش هقدر، ما تكملش. تمام، انت كده هتعذب نفسك، فما تعذبنيش انا كمان معاك. طيب لما يجي يقول لك واي، تبدا بقى هو في الواي ما بيعملهاش، اللي انا اقوله لك ده هو ما بيعملوش، مش تنظير على الراجل بتاع الكتاب. طبعا انا ما اجيش فيه بربع جنيه اساسا يعني، انا ما اقدرش اشيل له الشنطه اساسا، بس انا بقول لك يعني الطريقه اللي انا بحبها. هتلاقي كلام عظيم قوي هو قايله، اسمعه. ما بعرفش، ما بفهمش انجليزي، والله في ترانسليت، خد وترجم. حلو كده. حلو. بالمناسبه هتتعب في الكي بي ايز اللي في الاول، بعد كده هتلاقي الكي بي ايز اللي انت اتعلمتها في الاول سهلت لك اللي بعدها، عشان بس ما تظنش ان انت هتقعد في كتاب 3 قرون ولا حاجه. تمام. طيب المهم ان في الواي هو هيفهمك امتى بنبص على ده، ولما بنبص عليه بنفهم ايه. فهمت حاجه؟ ده اللي انت محتاجه من الواي. فلما اجي اقول لك النت بروفيت، فتيجي تقول النت بروفيت دوت هو البروفيت اللي بيخش بعد خصم مش عارف ايه، وبعد ما نشيل منه كذا وكذا وكذا. طيب ده مهم امتى؟ السيتويشنز دي بقى هي المهمه. وين؟ امتى؟ امتى ممكن نبص على ده؟ طيب دي فيها اجهاد شويه لخلايا مخك لو انت بتذاكر لوحدك.
طب لو انت بتاخد كورس، لا هو لو الكورس مش هيعمل معاك كده فانا اسف، يعني انت اللي غلطان الاول ان انت خدت كورس زي ده. مش بقول بضرب لك في حد اقول لك ما تاخدش كورس مع حد. ليه؟ انت وانت بتذاكر لوحدك فقلنا وظيفه الكورس ان هو ياثر عليك الدنيا. فانت تيجي تقول لي ايه السيتويشن؟ طيب لما اجي اقول مثلا انا كمدير جيت جمعتك وجيت قلت لك احنا عايزين نوفر الكوستات شويه، فايه الميجرز والانسايتس والكي بي ايز والفاليوز والارقام اللي ممكن نبص عليها؟ هنبص على الكوست نفسها، هنبص على النت بروفيت اللي بيجي من ورا المنتجات دي، هل مستاهل فعلا ندفع الكوستات دي ولا لا؟ هنبص على انواع الكوستات المختلفه، الكوست ده رايح فين؟ للفيندورز ولا للليبرز ولا مش عارف ايه. فلما بتخلق سيتويشنز زي كده ساعتها بتعرف هو الكي بي اي ده مهم ليه، ساعتها بتبقى مثقف، ساعتها لما بتقعد في اي اجتماع لما يتقال قدامك كذا 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 الناس دي محتاجه تشوف واحد اتنين تلاته. يا ابن اللعيبه جبتها منين؟ مش لعيبه ولا حاجه، جت من طريقه المذاكره دي. طب دلوقتي انت بتقول لي كاستمر اناليسيس، ليه وامتى؟ يعني ليه نعمل كاستمر اناليسيس؟ عشان خاطر نبقى عارفين نوعيه العملاء اللي عندنا، عشان خاطر لما اجي اقول لك احنا عايزين نزود المبيعات تبقى عارف مين الفئه اللي نتارجتها، عشان لما اجي اقول لك احنا معانا بادجت محدوده في الماركتنج تبقى عارف الفئه اللي هنتارجتها، عشان لما اجي اقول لك شوف احنا ما بنبيعش ليه فتقول لي احنا مش عارفين نحافظ على العملاء، فانت فهمت ايه اهميه العميل وليه تعمل له اناليسيس وايه نوع الاناليسيس اللي تعمله له وايه 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 وايه. المثال المشهور اللي بيتضرب في كل الفيديوهات بتاعت الداتا، لما يجي يقول لك مثلا انا شركه محمول، العملاء بتسيبني وبتروح لشبكه ثانيه، فالعملاء دول في الريجن الفلانيه او في المنطقه الجغرافيه الفلانيه، فانا محتاج اخد اكشن لان بمعدل 5% بيسيبوني سنويا من نفس الاريا عشان خاطر النتورك ضعيفه، فانا بس يعني بنزف. فالنزيف ده يقف امتى؟ لما اعمل كذا كذا كذا. ممكن يكون النجاح عباره عن ان انا ابيع العملاء دول لمنافس ليا في المنطقه دي واخد من وراه حاجه. خلاص انا مش هجازف، يعني احتماليه التكلفه اللي هتيجي من ورا يعني من ورا الموضوع لا تساوي العائد من مش عارف ايه، نقعد نحسب حسابات. خد الموضوع ان هو بازلز، خد الموضوع ان هو في الحاله العمليه الموضوع مش حفظ يا باشمهندس احفظ ايه واجيب ايه، لا بلاش الطريقه دي. فالبيزنس يحب ده، البيزنس يحب الناس دي. حلو. طيب فحضرتك لما تيجي تذاكر بالطريقه اللي انا قلتها لك دي، واي ليه انا بقى اعمل كاستمر اناليسيز والكاستمر ده ممكن يعمل ايه، وتبدا تخلق سيناريوز. اجيب السيناريو الفلاني، والله احنا لو الشركه في الموقف الفلاني فاحنا لو معانا المعلومه دي ساعتها هنقدر نفيد ونقول اعملوا وما تعملوش. فهمت حاجه؟ فده هيجي في دماغك امتى؟ لما كل ما بتيجي تتعلم حاجه فتقول ليه 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 ليه، تقعد تعيد ليه دي كتير. اجي اقول لك مثلا الريتيرنز اناليسيس او البرودكت اناليسيس، هتحلل ايه في البرودكت؟ طب ليه اصلا نحلل الريتيرنز اناليسيس وهكذا. وتسرشوا يا شباب، يعني بليز سرشوا، بليز استغل شات جي بي تي، بليز ما تكتفيش بالكتاب ده. الكتاب جامد، الكتاب بالمناسبه الكتاب جامد، بس كبدايه ماشي خليك مع الكتاب بس الهاو. يعني انا لو منك كبدايه قوم رايح جاي فاتح اليوتيوب وكاتب فيه نت بروفيت، هتلاقي ناس بتتكلم اسمع لها. الكلام بتاعه يا باشمهندس بلاش رغي، ما انا خلاص عرفت النت بروفيت هو كذا كذا كذا. لا يا حبيبي، ما هو الرغي بتاعه وكلامه عن النت بروفيت هيوجد في دماغك سيناريوز معينه، ويجي يقول لك ده انا في الشركه كنا بنعمل كذا 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 فجينا بصينا على النت بروفيت مش عارف ايه. يجي يقول لك مثلا ايه الناس بتوع الماركتنج حاجه اسمها الار او اي، حاجه اسمها الامبريشنز، حاجه اسمها الانجيجمنت، حاجه اسمها مش عارف ايه. يعني ايه الكلام ده كله؟ ما اعرفش، بس سهل تعرف. ما اعرفش بس سهل اعرف، في ثانيه الا ثانيه اكون عرفت. طب هما بيهتموا بيها ليه اصلا؟ مهتمين بيها ليه كده؟ بنحسبها لهم ليه اساسا؟ طب ما احنا عايشين اهو من غير ما نحسبها، ليه نحسبها؟ فاهم حاجه؟ فساعتها حضرتك لما بتدخل ليه في اللعبه لا انت بتروح في حته ثانيه. طيب تعال ناخد ريكاب سريع عن اللي حصل ونقول لك ما هو قادم، النكست ستيب هنبقى فين بالظبط ونشوف. الموضوع النهارده كان على ان احنا ايه اللي بيحصل لما بنيجي نبدا البروجكت بتاعنا. اخر حاجه بنروح لها، اخر حاجه حرفيا بجد، ان احنا بنديبلويمنت ريبورت او داشبورد، لكن الموضوع كله عباره عن ميتنجز ان احنا بنسمع المشكله
نبدا نقرر حل المشكله دي هيكون فين، نطلب الداتا المناسبه اللي لما نحللها نعرف نجاوب على الاسئله اللي اوجدناها، وبالتالي اجابات الاسئله دي تحل المشكله اللي احنا جايين عشانها. طب لما نيجي نطلع اسئله من الداتا عندنا 3 ليفلز. الليفل الاولاني من الداتا ريدنج بنبدا نطلع من اسامي التيبلز ثم اسامي الكولومز. اسامي الكولومز بتطلع لي الهيروز وبتطلع لي الدايمنشنز. هيروز يعني فاليوز هتبدا تعرضها. طيب اني فاليو تتعرض، البروفيت ولا ريفينيو ولا نمبر اوف كاستمرز ولا نمبر اوف كلاينتس ولا نمبر اوف فيوز ولا نمبر اوف لايكس ولا نمبر، على حسب الكلاينت او الاودينس اللي هيشوف. يبقى الهيروز بتختار الهيروز على اي اساس؟ مين اللي هيشوف. طب بعد كده بجيب الريليشن شيب بتوين الهيروز وبعضها، بجيب الريليشن شيب بتوين الاليمنتس وبعضها. يعني مثلا البرودكت الفلاني او البرودكت ده اليمنت ودايمنشن ولا فاليو نمبر؟ اليمنت تكست. البرودكت الفلاني بيتباع في البلد الفلانيه اكتر من البلد العلانيه، كده دي ريليشن شيب بتوين التكست والتكست. عشان بس الناس اللي هتحفظ، لا هي مش بتتحفظ. الريليشن شيب بتوين فاليو، هل كل اللي بيبيع بيكسب؟ هل كل اللي كوسته عالي جاي من وراه عائد كويس؟ هل كل اللي بيبيع كميات اكتر بيرجع منه ربحيه اكتر؟ هل الريليشن شيبس. بعد كده الليفل الاعلى والاقوى واللي يخليني مثقف واللي يخليني عندي اكسبيرينس من قبل ما اشتغل، ليفل البيزنس اويرنس والكي بي ايز اللي هيجي بطريقه مذاكره معينه، مش بس ان انا استحوذ على السورسز اللي ما فيش اكتر منها. انت ممكن يكون الناس اللي بتسمعني معاها سورسز زي نفسي مش معايا، بس الفكره الهاو هتعمل ايه. وبالمناسبه لو خلصت الكتاب والسورسز وكل حاجه هيقابلك كي بي ايز ما تعرفهاش، اعمل حسابك على ده. انا في الكورس عندي دايما النقطه اللي بشوفها افيد نقطه وبتخلي الناس تكتب فينا الشعر اللي انت بتشوفه ده الحمد لله بفضل وتوفيق ربنا، ان احنا بنقول له هتعمل ايه لما يقابلك حاجه ما تعرفهاش. احنا بندرس منهج والمنهج ده مش هيخرج عنه الامتحان، ده كده كلام فشل. لا انت بتبني عقليه. بص يا ابن الحلال، شفت الهري اللي احنا هرناه في 100 ساعه ده في الكورس، هتخرج تلاقي قده اضعافه مش هتعرفه. مش عشان احنا وحشين، عشان دي طبيعه الشغل. هتعمل ايه بقى مع اللي ما تعرفوش؟ فانت اقلم نفسك على ده. طيب فبالتالي اصبحت حضرتك جاهز. وما تنساش الجزئيه ما قلنا بترسم درافت، هنوري الناس ازاي الى اخره. هنتكلم برضه في الجزئيه دي بشكل قوي لما نيجي لجزئيه الفيجواليز زي ما احنا متفقين. واحنا متفقين ان احنا هنعمل اي تي ال، هنعمل داتا موديل، هنعمل داكس، هنعمل فيجواليز. بالنسبه لجزء الفيجواليز فاحنا الجمعه الجايه، سوري انا اسف، السبت الجاي الساعه 12 توقيت مصر عندنا ايفنت كده ممكن تحضره اونلاين. ده هنتكلم فيه عن الداتا فيجواليز. هي دي جت باي لاك كده في السكه، يعني ما كانتش محطوطه في البلان يعني. فانا ممكن اتكلم فيها عن الداتا فيجواليزيشن وبالتالي اوفر فيديو عني فبرضه عشان خاطر تبقى ايه اون ذا تراك، يعني تبقى معانا يعني. فبحيث ان احنا نيجي السيشن اللي جاي باذن الله نتكلم عن الاي تي ال معاها الداتا موديل في نفس السيشن، ثم بعد كده نبدا نتكلم على الكالكوليشنز بلغه الداكس ويبقى خلصنا. ليه خلصنا؟ عشان خاطر انا هكلمك على الفيجواليز وخلاص. ممكن نعمل فيديوز خفيفه كده عن موضوع الببلش والريكومنديشن والكلام ده. اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبه لك. اكتب لي في كومنت النقط اللي انت استفدت منها، اعمل سمري، غشوا من بعض في الكومنتات. يعني واحد يعمل سمري التاني يخش يقرا السمري بتاع الاولاني. ممكن يكون السمري بتاع زميلك اللي كتب كومنت انت ما خدتش بالك منه، او كتب حاجه انت ما شفتهاش، انت كتبت حاجه هو ما شافهاش، فجمعنا يعني دماغين احسن من دماغ. شكرا ليكم ومنتظر كومنتاتكم بقى، بحيث ان ايه تقول لي ايه النقطه اللي انت شايفها مفيده، استفدت ايه النقطه اللي انت عايز اتكلم فيها، حابب تضيف. طبعا اكيد انا مش نبي، اكيد واقع مني حاجه عايز تضيفها ضيف. شكرا ليكم ونشوفكم في فيديوهات جايه.